حالة غضب شديدة جدا جدا من بعثة نادي الزمالك تجاه حكم ماتش الذهاب قدام اتحاد العاصمة الجزائري. الزمالك بقى طبعا كل الناس تبعت بعد الزمالك ما تقدم بهدف، الحكم رجع للفار والغى الهدف واحتسب ضربة جزاء لصالح فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وخسر الزمالك بهدف نظيف، طيب ايه بقى اللي هيحصل؟ ما علمته ان نادي الزمالك قرر التقدم بشكوى رسميه للاتحاد الافريقي لكره القدم ضد حكم مباراه الذهاب. الاخطاء التحكيميه اللي حصلت، الغاء هدف نادي الزمالك وطرد المغربي محمود بن تايج. نادي الزمالك متضايقين جدا 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 من اللي حصل، حاله غضب شديده قوي قوي قوي. الحقيقه الزمالك عمل مستوى هايل، قدم مباراه قويه جدا جدا قدام اتحاد العاصمه رغم من انخفاض مستوى نادي الزمالك الفتره اللي فاتت في ماتشات الدوري، لكن الحقيقه الزمالك عمل ماتش هايل وكان قريب من التسجيل، وبالفعل سجل عن طريق البرازيلي خوان بيزيرا. يبقى الزمالك هيقدم شكوى رسميه احتجاجا واعتراضا على قرارات الحكم. كمان الزمالك هيطالب بالعداله التحكيميه في ماتش العوده على استاد القاهره، العداله التحكيميه. البعثه متضايقين اقصى مما تتخيل، ومجلس الاداره كمان هنا متضايق بشكل قوي جدا 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 جدا. يعني شايفين ان الزمالك عمل ماتش حلو، شايفين بعض الاصوات جوه نادي الزمالك شايفه ان ضربه الجزاء كانت ممكن ما تتحسبش عادي جدا، الحكم ما حسبهاش اصلا وكمل اللعب عادي واحتسب الهدف لصالح نادي الزمالك. شايفين ان الكوره لا ترتقي ان انت تلغي الهدف لنادي الزمالك وتحسبها ضربه جزاء. دايما ماتشات النهائيات في افريقيا بيبقى في حاله لغط وجدل تحكيمي. دايما في ماتشات النهائي الزمالك هيطالب بالعداله التحكيميه الكامله في ماتش العوده يوم السبت الجاي على استاد القاهره. قدامنا اسبوع نستعد كويس جدا جدا. الزمالك يقدر باذن الله، الزمالك يقدر ونص وثلاث ارباع و100 كمان. الزمالك عمل ماتش هايل هناك ويقدر يضغط اتحاد العاصمه من اول لحظه. اهم شيء ما يدخلش فيك جون. قبل ما تفكر ان انت تجيب جون ما يدخلش فيك جون هنا. لا قدر الله جون، انت محتاج 3 اجوان. اعصابك هاديه. نتذكر جيدا نهائي نهضه بركان على استاد برج العرب، الزمالك كان مغلوب، جه هنا جاب جون 1-0 1-0. نفس السيناريو، الزمالك جه فيه جون في اخر لحظه لو تتذكر قدام نهضه بركان. جينا هنا وجبنا جون وتقدمنا، بعد كده لعبنا ضربات جزاء والزمالك تفوق. فالزمالك يقدر اعصابك تكون هاديه، ما تستعجلش المكسب، تامن دفاعاتك بشكل كبير جدا. الناس كلها بتسال وهنكون معاكم وهنعرف السبب في طرد المغربي محمود بن تايج. ليه محمود بن تايج اتطرد؟ للاعتراض ولا ايه اللي حصل؟ لكن في الاخر ما كانش، يعني اعصابك لازم تبقى هاديه، ما تبقاش اكتر من خساره. خلاص انت خسرت، فالموضوع مش مستاهل ان انت تخسر كمان لعيب زي محمود بن تايج اللي قوه ضاربه في الجبهه اليسرى لنادي الزمالك جدا. ان شاء الله الزمالك يقدر يعوض هنا في استاد القاهره، نقدر نكسب. اخوان بيزيرا هيكون جاهز بشكل كامل مع نادي الزمالك ويشارك من البدايه في التشكيله الاساسيه لنادي الزمالك. كويس نزله النهارده فتره قليله، ما تضغطش عليه بدنيا، يكون جاهز بشكل قوي وتكتمل جاهزيته بنسبه 100%. ماتش العوده على استاد القاهره اللي انا بالنسبه لي الحقيقه الحضور الجماهيري الغفير والكبير المنتظر هيكون ليه دور كبير جدا للضغط على فريق اتحاد العاصمه من البدايه. ثقتنا كبيره جدا في لعيبه نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك، وباذن الله باذن الله باذن الله باذن الله ثقتنا في الله كبيره ان الزمالك يقدر يتوج بالبطوله الافريقيه ويعوض الخساره في ماتش الاياب هنا. وباذن الله باذن الله باذن الله الزمالك بطلا للكونفدراليه الافريقيه.